حالة استنفار في هولندا وتعزيزات أمنية ضخمة ومراقبة مشددة على جميع الطرقات في المدن الهولندية. ماشي غير هذا الشيء، قرروا يغلقوا حتى بعض المقاهي بكري. واش وصل الأمر كاع لهذه الدرجة؟ في مونديال 2022 بعد بعض الانتصارات اللي حققها المنتخب المغربي، عرفت بعض المدن أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة. هذه السنة مباشرة بعد نهائي كأس إفريقيا تكرر نفس المشهد في بعض المدن الهولندية. أصبحت لدينا جالية مغربية كبيرة، ومن الجميل أن تواجه منافسا كهذا في بطولة كبيرة، لكن العمد في المدن الكبرى يرون المشاكل قادمة نحوهم، سيكونون في خوف شديد، يتساءلون إلى أين سيقودنا كل هذا. كل واحد فينا كيغضب من اللي كيشوف التعميم على المغاربه، كنقولوا كاع ماشي المغاربه غادي يديروا هذا الشيء، وهذا الشيء صحيح، ولكن العالم للاسف ما كيحكمش علينا فرد، يحكم علينا بالصوره اللي كنرسموها نحن بنفوسنا. يكفي عشرات الاشخاص يخرجوا يخربوا باش ملايين المغاربه اللي عايشين باحترام وكيخدموا باجتهاد كيخلصوا ثمن الصوره ما عندهمش علاقه بها. لهذا الا ربح المغرب زغرتوا، خرجوا، غنوا، عيشوا الفرحه كما بغيتوا، ولكن ما تعطوش حتى لشي واحد الفرصه باش يستعمل تصرفات اقليه ضد الشعب كامل. حيت اكبر انتصار ماشي هو تربح هولندا، حيت اكبر انتصار هو الهولندي اللي واقف يتفرج يقول المغاربه داروا ليله ما تنساش. واكبر انتصار ايضا هو الانتصار ديال المغرب عندما تكون هناك اخلاق، وعندما تكون هناك قيم، وما يكون شغب، وما يكون تكسير، وما يكون حتى شي حاجه اللي تسيء للسمعه للبلاد، واللي كتخلي الصوره التسويقيه اللي بغيناها عن بلادنا تولي خايبه للاسف في نظر الهولنديين وفي نظر العالم. ديك الساعه ما غاديش نكونوا ربحنا مباراه فقط، بل ربحنا رهان، ربحنا صوره للمغرب كامل، عطينا تسويق لصوره لمغرب جميل، مغرب متسامح، مغرب يستطيع أن يعيش الفرحة بهدوء، ماشي بشغب، ماشي بتكسير، ماشي بالأعمال اللي كنشوفوها دائما. اليوم كتعرفوا على أن كرة القدم أصبحت سياسة، وسياسة كبيرة كتنتهجها الدول لتسويق صورتها. احنا بغينا نتكلموا اليوم ونقولوا على أن هذا التسويق هذا ديال المغاربة لا في الداخل ولا الخارج يجب أن يكون تسويقا حقيقيا لبلد نريده أن يكون كما الرهان ديالو على أنه يربح كأس العالم، الرهان ديالو أيضا أنه يربح كأس العالم في جميع المجالات، في مجال الكرة، في مجال الصحة، في مجال التعليم، في مجموعة من المجالات. وباش نربحوا هذا الرهان هذا خاصنا يكون عندنا واحد، يعني المواطن اللي واعي سواء في الداخل وسواء في الخارج. احنا كنتوجهوا للجاليه ديالنا في العالم كامل، كنقولوا لا عطوا صوره حقيقيه على البلاد ديالكم، ماشي بحال بعض دول الجوار اللي كتسوق واحد الصوره خاطئه. نحن اليوم تيا وكتعرفوا على ان كاس العالم والانظار اليوم كلها على المغرب اللي حقق واحد الفوز وتاهل لواحد الدور اخر اللي نتمنوا له فيه التوفيق. هذا الارتباط هذا وهذا الفوز هذا خاصو يبقى حافز لنا حنا كمغاربه باش نسوقوا صوره حقيقيه عن بلادنا، صوره حقيقيه عن اخلاقنا سواء في الداخل وفي الخارج. مغاربه العالم كانوا دائما سفراء ديال البلاد ديالهم، كانوا دائما قدوه، كانوا دائما رافعين الرايه ديال البلاد ديالهم، عندهم واحد الحرقه على هذه البلاد. واليوم نحن ايضا خاصنا نوجه هذه الرساله لهم ونوجه لهم التحيه ونقول لهم على انه نحن خاصنا نكونوا في مستوى المسؤوليه وفي مستوى القميص اللي كنحملوه، القميص ديال الدوله المغربيه، الدوله الامه المتعدده الروافد. كره القدم اليوم راه ما بقاش غير لعبه، بل اصبحت سياسه تسويقيه، سياسه تسوق المغرب، تسوق العالم كله. ونحن بغينا نسوقوا بلادنا، خصوصا مقبلين على كاس العالم في 2021، فبغينا صوره حقيقيه عن هذه البلاد هذه. بغينا نربحوا الرهان، نربحوا كاس العالم، ولكن بغينا ايضا نربحوا رهان ديال التسويق ديال القيم ديال المغاربه والاخلاق ديال المغاربه. ولهذا غادي نقول على انه اليوم كل شيء كيشوف فينا، وكل شيء حاسدنا، وكل شيء كيتكلم علينا، الاعلام هنا وهناك حتى من بعض الاشقاء للاسف. ولكن غادي نختم وغادي نقول واحد الدعاء، سير الله يكثر حسادنا، والله يكثر حساد المغرب، وحتى يكون هذا الحساد ماشي غير في مجالات كره القدم ولكن في جميع المجالات. تحياتي لكم والسلام عليكم.